اكيد انت عارف ان الفيديو بيتكون من صوره وصوت، يعني الصوت بيمثل 50% من الفيديو، بس من وجهه نظري ان ال 50% بتاعت الصوت اهم من ال 50% بتاعت الصوره. انا عارف ان الكلام اللي هقوله ده يمكن يكون كليشيه شويه وسمعته من اكتر من صانع محتوى، ولكن الكلام اللي هقوله ده مهم. انت ممكن كمشاهد تتفرج على فيديو بصوت بس، زي ما بتتفرج على البودكاست وانت ماشي في الطريق وزي ما بتسمع للراديو. اما لو الصوت وحش والصوره احسن ما يمكن مش هتسمعه وهتبقى زهقان، لان ودنك هتبتدي تضايقك وعقلك هيبتدي ما يكونش مستريح للفيديو اللي بيشوفه. عشان كده ال 50% بتاعت الصوت اهم من ال 50% بتاعت الصوره. الاثنين طبعا مهمين، ولو اهتميت بالاثنين يفضل، ولكن الصوت مهم جدا. ايه العنصر بقى اللي في الحاجات بتاعتنا هو بيمثل الصوت؟ طبعا المايكات. والمايكات في منها انواع كثيره جدا مختلفه، وبتتصنف على حسب تصنيفات مختلفه ومتنوعه، زي مثلا نمط الصوت وطريقه التوصيل والكبسوله بتاعتها. عندك مثلا المايكات الوايرلس والواير، يعني اللي بسلك واللي من غير سلك، وعندك مثلا المايكات اللافالير والكوندنسر والدايناميك، حاجات تانية كتير جدا. مش عايز ادخلك في التفاصيل التكنيكال دي، خلينا نتكلم كده ببساطه. بس مش المايك نفسه بس اللي مهم، ان كمان حريتك بالمايك، وان يكون في الفيتشرز اللي انت محتاجها والعوامل اللي انت محتاجها في المايك، هي دي كمان اللي مهم. فعشان كده في فيديو النهارده هكلمك عن احسن مايك لصناعه المحتوى من وجهه نظر، سواء للفيديوهات اللي بالعرض او الفيديوهات اللي بالطول، سواء بتسجل جوه او بره او اي حاجه. فبدون بقى مقدمات كتير، يلا بينا نبدا الفيديو على طول. هلا والله وارحبوا، يا رب تكونوا كويسين. ومعاكم عمر شاهين. عاملين يا جماعه؟ وحشتوني والله جدا. قبل ما نبدا نصوص صلاه على سيدنا محمد، مشروبكم اللذيذ، ويلا بقى نتكلم عن واحد من احسن المايكات ان لم يكن الاحسن في الساحه لصناعه المحتوى، وهو المايك اللارك ام 2 من شركه هوليلاند. المايك اللي انت شايفه اصلا معايا الناحيه دي هنا، ده اللي انت شايفه الصغير اللي قد الزرار ومش باين اصلا، انت اكيد خدت بالك من المايك ده، بس ما خدتش بالك من المايك ده. ارجع بقى كده بالفيديو الاول، الفيديو هتلاقي ان انا لابس المايك ده من الاول. المايك زي ما انتم شايفين كده، العلبه بتاعته صغيره وجميله جدا، وتقدر تحطها في جيبك وتمشي بيها. بص قد ايه، يعني ده كف ايدي كده، ودي العلبه. بص مقارنه بكف ايدي، هي كمان مش مكمله كف ايدي. اكاد اجزم وانت بتفر في الفيديوهات كده، من كل فيديوهين ثلاثه الناس بتتكلم هتلاقي المايك ده على صدرهم او متعلق او بشكل او باخر هتلاقيه موجود، وده نظرا لانه من افضل المايكات القيمه مقابل سعر، واللي حل مشاكل كتير جدا في المايكات الوايرلس الناس كانت بتحتاج. طيب احنا النهارده هنتكلم، بما ان احنا هنقارنه بحد فلازم نقارنه بالحاجات اللي في نفس الفئه بتاعته، وهي المايكات الوايرلس. فانت عندك المايكات الدي جي اي 1 و2 والدي جي اي ميني، وعندك برضو المايك الهوليلاند لارك ماكس. ولكن هو مين اللي بينافس الدي جي اي ميني؟ والرود برضو طلعت مايك صغير كده من كام فتره باليو اس بي تايب سي، ولكن النهارده احنا هنتكلم عن اللارك ام 2. فخلينا بقى نركن المايك ده ونكمل الفيديو باللارك ام 2. زي ما انتم شايفين كده، الصوت اللي انت سامعه باللارك ام 2، ومشغلين النويز كانسليشن لان عندنا التكييف شغال هنا ومطلع صوت قوي جدا، وهنعمل له اختبارات مع بعض. ولكن خليني اقول لك ايه اللي بيجي مع المايك ده. اول حاجه العلبه بتاعت المايك. العلبه بتاعت المايك زي ما انتم شايفينها كده، زي ما بقول لك بحجم الايد، وبيكون فيها المايكين، المايك اللي انا معايا ده والمايك الثاني بالمشبك بتاعه، وكمان الريسيفر اللي بيتركب في الكاميرات. زي ما انتم شايفين كده، ده الريسيفر اللي بيتركب في الكاميرا، بيكون جوه العلبه. فين بقى الريسيفر الثاني؟ الريسيفر اليو اس بي سي اللي انت شايفه، اللي بيتوصل مع المايكات. يعني ايه محتويات العلبه؟ العلبه اللي انت شايفها دي كده بالمايك بالريسيفر بتاع الكاميرات، وبيكون معاك الشنطه دي واللي فيها الحاجات اللي انت هتشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا المايك ما بيجيش كده، انا حاطط عليه ستيكر لانه بيجي بالشكل اللي بيبقى هنا اللوجو بتاع الهوليلاند نفس الشكل ده كده، ولكن عشان لفت الانتباه انا حطيت عليه الستيكر. فهم هي دي مشكله، ولكن هم عالجوها كده. العلبه فضيت خالص زي ما انت شايف كده. بيجي كمان معاه كابل تايب سي عشان لو انت عايز تشحن الريسيفر ده، بيشحن لوحده على فكره زي ما انتم شايفين. وكمان علبه الشحن، علبه المايك بتتشحن من هنا زي ما انتم شايفين كده، وبتديك الاربع شرط من هنا كده. هي دلوقتي 75%، والمايك ده بيديك تقريبا حوالي من 30 ل 40 ساعه مع علبه الشحن. وانا جربته وعمره ما فصل مني الحمد لله. يعني عمر المايكات دي ما طلعت اوردر تصوير او طلعت اصور او اعمل اي حجه بره وفصل مني، حتى وانا بتكلم معاك زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. وبعدين بيجي معاه الريسيفر بتاع اليو اس بي تايب سي بتاع الموبايلات الاندرويد والاي او اس الجديده من بعد ايفون 15، ويجي معاه برضو اللايتنينج اللي بيستخدم مع الايفونات اللي قبل كده. بيجي معاه 2 ديد كات دي عشان تحط المايك فيها كده بالمنظر ده لو انت بتصور في بيئه خارجيه، وهنطلع مع بعض نصور في بيئه خارجيه، ولكن في مشكله هنتكلم عليها في وقتها لما نكون في البيئه الخارجيه مع بعض. وعندك تاني برضو المشبكين دول. المشبكين دول بقى فايدتهم حاجه جميله جدا، وهي ان انت لو مش عايز تستخدم المغناطيس، انا دلوقتي مستخدمه بالمغناطيس، فانا لو مش عايز استخدم المغناطيس ده، شايف المغناطيس قوي قد ايه؟ المغناطيس يعني فعلا قوي. والمايك نفسه زي ما انتم شايفين كده حجمه صغير جدا، يعني يكاد يكون قد العمله المعدنيه زي ما انتم شايفين كده. ده كده ربع ريال او 25 هلله. وزن المايك ده بالمغناطيس خلينا نشوفه مع بعض كده. فوزن المايك بالمغناطيس زي ما انتم شايفين كده حوالي 10 جرام، لو انتم واضحين معاكم اكيد شايفين، يعني حوالي 10 جرام. ومن غير المغناطيس اكيد اقل، بس ما ينفعش نقيسه من غير
مغناطيس، هو 8 جرام من غير مغناطيس، بس لان انت هتعلقه اكيد بالمغناطيس. طيب مش عاجبك المغناطيس يا باشا مش مشكله، شيل المغناطيس كده وهنحط المشبك زي ما انتم شايفين كده، يعني يبقى معانا المشبك واهو تقدر تعلقه بقى في اي حاجه. لو عايز تعلقه كده بمشبك، لو انت عندك قميص او اي حاجه زي ما انتم شايفين كده بتفتح المشبك وتعلقه بيه. مش عاجبك المشبك خالص، هو طبعا بيجي معاه مشبكين، يعني كل واحد من الحاجات دي فيها 2، المايك 2 عشان لو عايز تصور بودكاست ده وده، او لو عايز تصور مع حد تاني. وبرده بيجي لك زي ما انتم شايفين كده سلسله، ودي جميله جدا لو انت مش لابس هدوم خالص وعايز تخرج بتلعب رياضه يعني. بس بمجرد كده المايك زي ما انتم شايفين وهو البس معاك سيت اب تاني. طيب عايز تحط السلسله تحت الهدوم اهو برده عشان لو انت مش عايز بس تستخدم المغناطيس، واهو بقى معاك يا باشا احلى مايك متعلق. وتقدر طبعا السلسله دي تقدر توسعها وتقدر تضيقها زي ما انت شايف كده، يعني لو انت عايز بعد ما تلبسها كمان تضيقها عشان ترفع المستوى شويه بتقدر تضيقها زي ما انت شايفين كده. طيب بيجي تاني بيجي معاك الوصله بتاعت الكاميرات اللي هي 3.5 او تي ار اكس، بتوصلها بس كده اهو هنا بالمنظر ده، والناحيه الثانيه بتوصل بالكاميرا وبتكبر وبتصغر معاك بالشكل ده، بس بتوصلها على الكاميرا دي، بتتحط كده على الكاميرا وتوصل فيها. دي كده كل المحتويات بتاعت العلبه. انت بتعمل ايه بقى يا باشا؟ بتروح جاي عامل كده اهو، حاطط الريسيفر بتاعك وحاطط المايك الثاني بتاعك بالمغناطيس بتاعه، حاطه هنا كده مثلا بالمنظر ده، وقافل العلبه بتاعتك. وطبعا المايك الثالث بيتحط هنا، او المايك الثاني بقى بيتحط هنا. وده العيب اللي موجود هنا، ان انت ما بتحطش الريسيفر بتاعك اليو اس بي تايب سي، ولكن ده هيحلوه في النسخه الاحدث من كده اللي هنتكلم عليها ان شاء الله قريب في القناه. ولكن انت معاك برضو الكيسه دي كلها، كل ده هتقدر تحطه هنا بالمنظر ده، وتحط الديد كات والوصله، وكمان تحط المايك نفسه هنا كده وتقفل بالمنظر ده. طبعا المايك فيه خاصيه النويز كانسليشن، وتقدر تتحكم في كل حاجه من اعدادات المايك من خلال الهوللاند لارك اب اللي انتم شايفينه قدامكم ده. تقدر بقى تغير من نمط النويز كانسليشن او نمط عزل الصوت من قوي لضعيف، وتقدر تغير الجين بتاع المايك نفسه، عندك 6 مستويات. اما بقى في الريسيفر اللي انت شايفه ده عندك بتاع الكاميرا، عندك برضو تقدر تتحكم فيه لو من الكاميرا طبعا ما فيش اب، فتقدر تتحكم في مستوى الصوت من 3 مستويات، 1 و2 و3. وطبعا عندك زرار الباور، وعندك الزرار بتاع المود اللي هو اللي تقدر تشغل منه النويز كانسليشن وتطفي منه النويز كانسليشن. اما في المايك هنا عندك زرار بيعمل حاجتين مهمين جدا، اول حاجه بيطفي ويشغل النويز كانسليشن، وتاني حاجه لو ضغطت عليه مرتين هيبدا يسجل الفيديو. يعني لو انت ضغطت ضغطه كده شيل النويز كانسليشن، ضغطت ضغطه تاني كده شغل النويز كانسليشن. بص لما بنضغط عليه اللون الازرق بينور كده، النورمال مود ما فيهوش نويز كانسليشن، وكده اللون الاخضر اللي هو فيه نويز كانسليشن. ولو ضغطت على ضغطتين على الزرار ده بيبدا يسجل او يوقف الفيديو، لو ضغطت التكه الثانيه هيوقف الفيديو، التكه الثانيه هيشغل الفيديو، ودي ميزه مهمه جدا. طيب خلينا بقى نخش في التجربه العمليه. دلوقتي الصوت اللي انت سامعه من اول ما اشتغلنا ده صوت اللارك ام 2 بالنويز كانسليشن، ودلوقتي الصوت انت سامعه طبعا بدون اي تعديلات وبدون اي حاجه خالص، بس من غير النويز كانسليشن. يعني انت سامع الصوت رو طالع من المايك نفسه ده كده، الصوت اللي انت هتسمعه منه التكييف شغال وفي نويز، التكييف صوته عالي، يعني انا سامعه بصوته عالي، فزي ما انت سامع اكيد الصوت بتاع المايك. كده شغلنا النويز كانسليشن تاني. طيب خلينا بقى نطلع من هنا خالص ونروح نجربه بره عشان نشوف المدى بتاعه. ايه الميزه فيه اللي انت شايفه؟ ان انت اقدر اقوم دلوقتي واتحرك واجي كده واجي كده، بعكس مثلا لو انا حطيت المايك ده هبقى ملزم ان انا قاعد في المكان بتاعي، مش هقدر اتحرك لا اروح واجي ولا بتاع، ولازم اكون موجه للكبسوله. اما المايك بتاعي اقدر اروح واجي واتنطط والعب بيه واعمل واوريك واقول لك شايف دي عامله ازاي وشايف دي عامله ازاي والكلام ده كله. انا لسه ما سمعتش الصوت بتاعه، انت هتسمعه قبل مني، ولكن انا هروح دلوقتي نجرب معاكم بره الاستوديو ونرجع تاني مع بعض عشان نشوف الفاينل تاتش بتاعنا واقول لك السعر بتاعه والكلام ده. طيب دي كده تجربه المايك زي ما انتم شايفين من غير نويز كانسليشن ومن غير ما نركب الديد كات. خلينا نشغل النويز كانسليشن نجربه وبعدين نحط الديد كات ونجربه مع بعض. كده زي ما انتم شايفين بضغط الزر واحده على المايك من هنا كده نور لون اخضر، ده معناه ان هو شغل النويز كانسليشن، واكيد انتوا دلوقتي سامعين الفرق. خلينا بقى نركب كمان الديد كات ونسمع من غير نويز كانسليشن وبالنويز كانسليشن. ده كده شكل المايك زي ما انتم شايفينه بالديد كات ومن غير النويز كانسليشن. في عيب بقى خطير دلوقتي انت مش عارف كبسوله المايك فين، هل هي متوجهه لبقك ولا لا، ومش عارف كمان الزرار فين، لازم تقعد تحسس عشان تشوف زرار تشغيل النويز كانسليشن. فانا دلوقتي بحاول احسس، وكمان كان في عيب كمان ان التركيب بتاعها مش سهل، يعني لازم تقعد تفتح الديد كات وتركب المايك فيه، فده على ما اظن من ضمن العيوب اللي هيطوروها في النسخه الجديده اللي هنتكلم عنها زي ما قلت لكم في القناه قريب ان شاء الله. استنوا الريفيو بتاعها. دلوقتي احنا شغلنا كده النويز كانسليشن، فانتوا سامعين دلوقتي بالديد كات وبالنويز كانسليشن. خلينا بقى اشيل الديد كات معاكم كده ونجرب المايك، نجرب الرينج بتاعه. طبعا المايك الارقام الرسميه بتاعته انه بيغطي لحد 300 متر، 300 متر بدون عوائق. يعني ايه بدون عوائق؟ يعني مفيش حاجه بين المايك والريسيفر، يعني ما ينفعش جسم الانسان لو انا اديته ظهر هيبتدي يقطع، لو في عربيه او مبنى هيبتدي يقطع، فاحنا عايزينه بدون اي عوائق. خلينا بقى نجرب التجربه دي مع بعض. دلوقتي انا مشغل النويز كانسليشن وهبتدي ادي ظهري للكاميرا وامشي بالاتجاه ده لحد ما نوصل لاقصى حاجه نشوف الصوت هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده 15 20 متر. خلينا نكمل مع بعض ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. خط للريسيفر فالاشاره مش هتروح، فلا بنقل الاشارات، اللي عند الكاميرا مش سامعني
يتكلم بصوت عادي. الكاميرا الريسيفر يكون، وبالتالي هيكون بيسجل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا مش عارف الصوت شغال ولا لا، بس هنشوف لما نكمل. ما تكونش شايفاني انا شايف الموبايل حاجه قد كده، ولكن ده لو اضطريتك الظروف. اظن زي ما انت شايف. وكمان لو بتجري المايك ثابت، انا بصوب بالمغناطيس، بس لو انا بجري هو عادي الدنيا معايا تمام، والدنيا زي الفل، ما فيش فيها اي مشكله. فحتى لو انا بجري زي ما انتم شايفين كده مفيش فيه اي مشكله، البتاع ثابت معاك، المايك ثابت معاك، والمايك حجمه صغير زي ما انتم شايفين، وانت بتصور براحتك، عايز تروح تيجي يمين شمال براحتك خالص. كده قربنا تاني للكاميرا وخلاص داخلين على الكاميرا تاني. كده احنا خلاص بيننا وبين الكاميرا حاجه بسيطه خالص. على ما اظن انت مش هتحتاج اكتر من كده في ظروف التصوير بتاعتك، وانت اللي هتحكم على المايك بنفسك، شوفوا هيناسبك ولا لا. ويلا بينا بقى نرجع للاستوديو. طيب بعد ما رجعنا للاستوديو، في شويه معلومات تقنيه كده لازم تكون عارفها عن المايك للناس اللي بتحب الارقام والحاجات التقنيه. المايك ده بيسجل 48 كيلو هرتز 24 بت، وكمان بيديك لحد 40 ساعه وقت استخدام مع الكيس بتاعته. لوحده ممكن يديك 10 ساعات، يعني لوحده يديك 10 ساعات، مع الكيس يديك 40 ساعه. وقت الشحن بتاع الكيس وبتاع الباكج كلها ساعه ونص بالظبط. يعني يا باشا تخلص كده تاخد 40 ساعه وساعه ونص، وده رقم طبعا كبير جدا. 40 ساعه انت يعني بتصور يعني الاقل من يومين ب8 ساعات، وده صعب جدا تعمله مره واحده. ولكن لو فرضا من كده هتروح جاي حاطط كل حاجه في الكيسه بتاعته، تشحنها ساعه ونص، مبروك عليك معاك 40 ساعه. نيجي بقى للنسخ بتاعه المايك نفسه. عندك 3 نسخ، واحده بتاعه الموبايل، وواحده بتاعه الكاميرا، وواحده الكوم. يعني واحده بتيجي للموبايل بيبقى فيها بس الاثنين مايكات ومعاها اليو اس بي تايب سي، وواحده بتاعه الكاميرا بتيجي من غير يو اس بي تايب سي، بتيجي بس المايكين ومعاها الريسيفر بتاع الكاميرا، وواحده الكومبو اللي بتجي لك فيها كل حاجه، اللي هي النسخه اللي معانا اللي احنا عرضناها النهارده. طبعا السعر بتاعه من 350 ريال لحد 500 ريال او 550 ريال للنسخه الكومبو الكبيره، وهحاول اسيب لكم لينكات الشراء بتاعته اسفل الفيديو في الوصف بتاع الفيديو. اما بقى لو انت عايز مايك يكون قيمه مقابل سعر ويكون على ستاند زي ده ويو اس بي، في الفيديو ده كلمتك عن المايك المونو بي ام 400. ما تنساش ان انت تروح تشوفه، ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات الجديده اول باول. استناكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.